بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا متابعاتي راح أصور لكم فيديو إن شاء الله يكون خفيف لطيف عليكم يعجبكم. راح أعمل الخزانة اللي بتكون تحت المجلى وشوية أشياء تانية راح أكون مصورتها معاكم. بديت أفضي كل شي من تحت المجلى. هاي الخزانة دايما بسرعة بتتكركب. هي مو كتير وسخة يعني، بس هي كركبة أكتر من الوسخ. قلت خليني أعملها معاكم أصورها. صراحة كان تصوير الخزانة تحت المجلى كتير صعب، علشان يعني هي يعني كتير بتكون داخلة لجوا، فيها عمق يعني، ومع التصوير وستاند وهيك حسيت إنه يعني كتير متعب، وخصوصي كمان يعني إنه الجو كتير حر. تعرفوا إحنا كمحجبات يعني لازم نغطي إيدينا، لازم ننتبه كتير يعني غير أي تصوير تاني. المهم هون فضيت الأشياء. كان في عندي أغراض بتكون يعني هاي مثلا هي مش إنها زيادة، هي يعني لسه مسكرة، ما يعني مثلا العلبة الأولى فيها شوي، بس تخلص بنستخدم العلبة التانية. كله كنت حاطته تحت المجلى، فقلت لا خليني أحط العلب المسكرة اللي لساتها جديدة بغرفة الغسيل، أبعدها عن تحت المجلى، أخفف هاي الكركبة والفوضى. وبدأت هون يعني في عندي كان أكياس، إذا بتتذكروا بالفيديو السابق أخذت أكياس معي على المزرعة عشان أحط فيهم بعيد عنكم الزبالة. في استخدمت اللي استخدمته، وأصلا المزرعة كان فيها أكياس، واللي زاد رجعته، فضل هيك مكركب يعني. وبديت أرتب، هذا هيك لا هذا هيك لا هذا هيك، عبل ما يعني وصلت للنتيجة اللي أنا بدي إياها، وكملت ترتيب وتمسيح الخزانة. فضيت، كان في عندي أقراص للجلاية. العلبة هاي فيها أكم قرص، فضيتهم على العلبة اللي بستخدمها أنا بشكل يومي، اللي أنا حاطتها فوق الكاونتر يعني فوق الجلاية. وفضيت الكيس. أنا ما بحب فكرة الأكياس، أنا عندي عقدة من الأكياس، كل شي بحب أحطه بعلب. هاي علبة حاطة فيها الصابون اللي بلمع فيه الألمنيوم، السلكة، هاي الأشياء، السلكة الناعمة، السلكة الخشنة. وبدأت هاي طبعا أشياء يعني خالصة، بس إني أنا بدي أجيب زيها وخايفة إنه يروح اسمها من عندي، فاحتفظت فيها. فلا، بهاي الترتيب هذا اللي صار للخزانة تخلصت من كل شي يعني، حتى خلص إنه لو ضاعت مني اسمها أو العلبة مش سائلة، خلص المهم إنها الخزانة تترتب عندي. وبديت أطلع هاي غطاية سلة الزبالة، بضلهم يفكوها الولاد الله يهديهم. هاي كنت أحكي لكم على الأقراص، فضيتهم بالعلبة اللي أنا بحطها على الكاونتر. والأكياس اللي أنا بضل عندي عقدة منها، ما بحب يضل عندي أكياس، فضيتهم بهاي العلبة. بحس خلص العلب أحلى من الأكياس، أرتب، أنظف، أنظم. فتحته وفضيته بالعلبة اللي كان فيها الأقراص الأبل. دايما هيك بعمل، كل ما يكون عندي أقراص بكيس بفضيهم بهاي العلبة. وهون بديت أمسح في العلب وأرجعهم على الخزانة. خلص كل شي بده يرجع الخزانة يكون نظيف ومرتب. هلأ هون وأنا قاعدة عمالي أمسح والشريطة في إيدي، لقيت هون في غبرة وأشياء، خصوصيا هاي الخزانة بتكون تحت المجلى، ما بتكون مبينة غير لما الواحد يقرب عليها. وبالعلبة التانية اللي قلت لكم فيها السلك الناعمة والسلك الخشنة والصابون اللي بنلمع فيه الألمنيوم، حطيت فيها الليف برضه كمان علشان ما تضلهاش الباكيت تبع الليف، الكرتونة تبعت الليف بالخزانة. برضه نفس الشي، مسحتها ورجعتها على الخزانة.
هاي السلة اللي بنحط فيها الفرش، أنا بصراحة بحط فيها فرش كاين فيها سلكة أو إشي مفتفت هيك ومصدي، فعلى طول رحت ليفتها ونظفتها ورجعت كل شي فيها. هاي بحط فيها الرشاش اللي بيكون فيها مي سادة، الفرش جميع أشكالها وأنواعها وأحجامها. بحط فيها هذا القمع اللي بنحط فيه ملح الجلاية، يعني هاي الأشياء اللي ما إلها مكان تحس خلص حطاهم بهاي السلة عشان ما يضيعوا أو يضلهم كركبين بالخزانة. المهم هون ليفتها ونظفتها ونشفتها ورجعتها على الخزانة. ورجعت عليها كل الأغراض اللي كنت أحكي لكم عنها. متابعيني لو سمحتوا إذا وصلتوا لهون حطولي لايك واشتراك في القناة وتعليق حلو لطيف مثل وجودكم بقناتي. واللي بحبوا يحضروا بدون ما يتفاعلوا مع الفيديو كمان شكرا كتير لكم. ويا حبيبات قلبي في صبية طلبت مني أعملها جولة في مطبخي. إن شاء الله الفيديوهات القادمة رح أعمل جولة في مطبخي. رح إن شاء الله إنها تعجبكم. على فكرة هاي الخزانة هي صحيح إنها مو وسخة ما فيها أوساخ، يعني هي تحت المجلة، لا هي كانت الكركبة أكتر، بس أنا أخذت معي وقت كتير وضجت منها، مع إني أنا مو مصورة كل التفاصيل يعني إنه في الشغل. هاي الخزانة الله يهديهم ولادي أجوا بيحركوا ستاند التصوير، بكون أنا حاطته مثلا بشكل إنه خلص أنا هيك بكون مركزة على الإشي اللي أنا عمالي أعمله مو مبين مثلا إشي تاني، لا بيجوا بحركوا الستاند وأنا بكون مركنة الله يهديهم. زي هلأ مثلا هون محركين الستاند وكل شي مبين يعني. طبعا يا بنات هدول الأشياء اللي حطيتهم آخر إشي هدول بنظف فيهم حوض السمك، مخصصة لهم ليفة وشريطة خصوصي، يعني ما بحط أي ليفة في البيت إنه مثلا ليفة المطبخ وهيك، لا بفصل هاي لحال وهاي لحال. وهون خلصت ترتيبها وصار دور أمسح أبواب الخزانة. هذا مزيل الدهون كتير حلو لتمسيح الخشب. هيك إنه يعني ما يطول كتير على الخشب، هيك إنه نرش شوية ونم... و... ونمسحها، يعني بتطلع يعني دهون، خصوصا إنه مطبخ يعني وفي إيدين وفي أطفال الله يحميهم في ولاد. ف واحنا بننظف بنلاقي الأشياء بنقول لا إني أنا ما تخيلت إنه هالقد في أشياء مطرطشة بقع إشي، وإحنا بننظف نكتشف هاي المصايب. وطبعا زي ما عملت الباب هذا مسحته من جوا ومن برا، رشيت عليه مزيل الدهون. عملت نفس الشي الباب التاني، رشيت عليه مزيل الدهون من جوا ومسحته وتأكدت انه نظيف زي ما بدي، ورجعت عملته من برا. طبعا بهذا اليوم اللي عملت فيه الخزانة اللي تحت المجلى ما كان عندي شغل تاني، كان في عندي زيارة فترة ما بعد المغرب يعني، زيارة عند ناس. قلت خليني بهذا الوقت بدل ما أنا قاعدة أعمل إشي أستفيد منه. عملت طبعا الخزانة هاي كان بدها شغل، شفتوا كركبتها كيف كانت، وهيك كان الشكل النهائي للخزانة اللي بتكون تحت المجلى. هلأ في عندي هاي العلبة كان فيها سائل جلي، يعني قربت تخلص. قلت خليني أفضيها
بهاي العلبة اللي بتكون عند المجلى اللي بنفضي فيهم. أنا ما بحب أضلني أفتح وأسكر في الخزانة، بحب خلص يكون الأشياء هيك قريبة على إيدي، بسرعة أتناولها، بسرعة أستخدمها. ففضيت هاي العلبة بالأشياء اللي بحب أحطها جنب المجلة، تكون سريعة الاستخدام وسهلة يعني قريبة. وهيك فضيت سائل الجلي بالعلبة. وهلا يا حلوين، حبيت أعمل معاكم ليالي لبنان. هذه طريقتي بليالي لبنان. لا دقت قبلها ولا دقت بعدها، وكل من داقها أخذ وصفتها صراحة والله. وفي ناس قالوا لي اعملي لنا ليالي لبنان. كنت رايحة عند ناس وانطلبت مني حرفيا اعملي لنا معاكي ليالي لبنان. كتير طيبة وكتير آه لذيذة. هي على طريقة أمي الله يسعد قلبها. في فرق بسيط بيني وبين أمي كالحلو السكر اللي فيها. أمي بتحط القطر خارجي، أنا بحب أحط السكر جواها. بزعجني كتير، بضايقني موضوع القطر مع الأولاد، ألاقي قطر هون وهون وهون. بعصبني كتير هذا الموضوع، ما بحبه أبدا أبدا. فلهيك أنا بحليها من جوا، بحط فيها سكر. وصفتها كاسة كبيرة سميد، لتر حليب، كاسة ونص سكر. هذا اللي بحب يحليها من جوا، ما بحب يحليها من جوا ما يحط فيها سكر. بنتركها حتى تغلي. لما تغلي نضل نحرك فيها طبعا، ولما تغلي بنحط فيها النكهة اللي احنا بنحبها. انا حطيت فيها نكهة فانيلا بالمستكة. في ناس بتحب تحط ماء زهر، في ناس بتحب تحط ماء ورد، اللي انتو بتحبوه. انا حطيت فيها فانيلا مع مستكة، وغلت غلية وطفيت عليها، بعدين سكبتها، وبعدين حطيتها بالثلاجة، وبعدين طلعتها وحطيت عليها القشطة والفستق حلبي، حسب كل واحد يزينها باللي هو بحبها، بس القشطة أساسية. فستق حلبي حسب الموجود، حسب الرغبة. أنا هيك بنحبها عنا بالبيت، قشطة وفستق حلبي. وجربوها، هي بسيطة كتير وما فيها تركات. وهلأ تاني يوم كنت عاملة مقلوبة، قلت خليني أصورها يعني كيف سكبتها، أما تفاصيلها موجودة بفيديو سابق. كانت ما شاء الله كتير بتشهي. سكبتها وتغدينا وخلصت المطبخ. وبعد ما نظفت المطبخ كان في عندي فراولة بالثلاجة قربت تخرب، قلت بدل ما تخرب حرام يعني خليني أفرزها. بدأت أشيل في القمعة أشيل الجهة الخربانة منها أو اللي بدها تخرب. قطعتها وحطيتها بكيس تفريز وحطيتها بالفريزر. وهون طبعا نقلتها على كيس تفريز. هلا أنا بحط كل الكمية بنفس الكيس، أنا ما بفرزها على مثلا قدر شاف، كل مقدار شاف بكيس. لا، أنا بحط الكمية كلها في كيس، وقت اللي بدي أعمل خلص بكون عارفة. ما بحب فوضى الأكياس أنا بالتلاجة وين ما كان. خلص هو كيس واحد في كل الكمية قد ما ياخد. وقت اللي أنا بدي أعمل العصير ببقى أنقص من الكيس نفسه، والباقي برجعه على الفريزر. وسهل فكها يعني، مو مثلا من الأشياء اللي صعب فكها اللي لازم ندوب الكمية وناخدها. لا، بسهولة هيك بإيدينا بتنفك الفراولة حتى كمان، يعني ما بدها كتير. وهيك بكون أنا عملت معاكم الفراولة، وعملت معاكم مقلوبة، عملت معاكم ليالي لبنان، عملت معاكم خزانة تحت المجلة. فزبطوا لي وضعكم بالتفاعل لو سمحتوا. لايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل شي جديد. وطبعا بعد المقلوبة صار بدها فنجان قهوة سادة. وهون كمان يوم جديد، الفيديو مصور على أكتر من يوم. سكبت للبنان. أنا مو عارفة ليه أول مرة سكبتها ما صورت، مو متذكرة ليه، جد أنا مو متذكرة ليه.
المهم بفرجيكم كيف قوامها كان كتير ما شاء الله راكز ولا غلطة. عملت كمان قهوة سادة، لا مو قهوة سادة، قهوة تركي، عفوا قهوة تركي مع ليالي لبنان. شوفوا ما شاء الله، طبعا هي كل ما كانت باردة كل ما كانت أطيب. شوفوا قوامها ولا غلطة. صبايا في فيديو أنا صورته، الفيديو اللي قبل هذا كتير تعبت عليه وكتير أخذ معي وقت وجهد ومونتاج وكل شي، وللأسف إنه هذا الفيديو ما ارتفع دون كل الفيديوهات مع إنه كتير تعبت عليه. فلو سمحتوا اللي بتحب تروحوا تشوفوا وتحط لي عليه لايك. وزي ما بيقولوا كب القهوة خير، وأنا بوزع بالوجه على الفنجانين كبيت القهوة، إن شاء الله إنه خير يا رب. بهاللحظة عن جد تمنيت تكونوا معي نشرب قهوة مع بعض وناكل ليالي لبنان، أدوقكم ليالي لبنان على طريقتي. وهلأ يا حبيباتي وصلنا لنهاية الفيديو، نشوفكم بيوم جديد وفيديو جديد، بأمان الله.